السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أرسانديزات. ما تنسوش دعمونا بلايك وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد. خوتي قبل ما نبداو ما تنسوش تصليوا على النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام. بعد ما تم الإفراج على ملف السيارات، بنك البركة يكشف على قروض استثنائية لاقتناء السيارة بالتقسيط، وهذا ما قاله السيد كريم سعيد رئيس مصلحة التجزئة لبنك البركة، أنه كاين قروض لاقتناء السيارة مع الشريك إيمين أوتو اللي هو جاك موتورز. والتصريح في الفيديو الآتي. يسعدنا أن نرافق هذا الشريك في عمليته في تمويله من خلال يعني استيراد السيارات، ولكن شراكتنا تتسع إلى أكثر من ذلك، حيث أننا بإمكاننا تمويل الزبائن والعملاء تاع شركة إيمين أوتو، ولكن هذه الشريحة التي يعنيها التمويل هي فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات الكبيرة، وكذلك ذوي المهن الحرة والحرفيين اللي يمكننا تمويلهم في شكل إيجار، يعني بسمى الليزينغ، وشروط يعني تبقى شروط تمويلية تفضيلية، سواء من حيث هوامش الربح المطبقة أو التغطية التمويلية، أو كذلك المدة الزمنية الممنوحة لهؤلاء الزبائن. والأهم من ذلك أننا سوف نحاول تقديم خدمة ذات نوعية عالية، خاصة من حيث المدة الزمنية التي يتم فيها معالجة التمويلات، والتي سوف تكون أقصر ما يمكن، مع مراعاة كذلك شروط المصرفية والمهنية. بمجرد يعني وصول هذه السيارات الجزائر، فاحنا المنتوج المصرفي موجود حاليا، موجود وكل يعني الشروط متوفرة حتى نقوم يعني بتلبية حاجيات الزبائن تاعنا بخدمة وجودة عالية إن شاء الله. خوتي هنا ونكونوا لحقنا لاخر الفيديو. نشكركم على حسن الاصغاء ونقول لكم كثرونا من البارطاج وما تنساوش دعمونا باللايك. تحية الجزائر ويحيى عمي تبون، وتحية الجيش الشعبي الوطني.